نحط بطاطس مبشورة على لحمة الحواوشي، دي فكرة جديدة جدا. يلا بينا نعملها، وهنضاعف الكمية من نص كيلو بس. هتقدري تضاعفي الكمية وتحوليها لكيلو من لحمة الحواوشي. يلا بينا نسمي الله ونقول عملنا ايه. بس طالبة منك 3 حاجات: كومنت حلو من ايديكي، ولايك حلو من ايديكي، وكمان عايزة اشتراك على الشمال اللي تتكي عليها وتكوني اشتركتي في القناة بتاعتي وكبرتي القناة بتاعتي. تمام. يلا بينا نسمي الله ونقوله عملنا العجينة ازاي، وكمان الفكرة البطاطس المبشورة اللي انت بتقولي عليها هقول لكم في الفيديو حالا. معايا كيلو من الدقيق، تمام، ومحتاجة ملح معلقة كبيرة او معلقتين صغيرين ملح، ونفس الكلام برضو معلقتين خميرة صغيرين، ولو معلقة كبيرة تبقى معلقة واحدة بس، اوعوا تتوهوا مني. تمام. وجنبي مية، مش محتاجة اكتر من كده في عجينة الحواوشي. بنزل بالميه بالتدريج، تمام، ما بنزلش مره واحده، وبقعد الف العجينه وبعجنها بايدي بنفس الشكل كده. ما عنديش عجانه بعجن بايدي، طبعا ماما هي اللي بتعجن. تمام. وجنب الميه لما بتعجني في البيت بيبقى احساس حلو جدا. ممكن تقدري تعمليه بره وتصرفي براحتك، بس العجن في البيت بيدي احساس حلو جدا. وانتي بتعجني كده بتطلع معاكي عجينه ناجحه مظبوطه ان شاء الله. خلاص حولنا العجينة بنفس الشكل كده. الكيلو بالظبط اخد معايا حوالي 2.5 كوباية مية. ممكن ياخد منك اكتر، ممكن ياخد منك اقل. اهم حاجة بتحطي المية بالتدريج لغاية ما بتحوليها لعجينة طرية بنفس الشكل. نزلت بشوية كده من الزيت، تمام، وبدأت اللي انا بدهن بس وشها كده، عشان بس وشها ما ينشفش معايا. وهسيبها في الجو بتاعنا دوت، مش هتاخد معايا نص ساعة. لو في الشتاء ممكن تاخد معاكي ساعة. وبس لغاية ما تخمر معانا، هنركنها على جنب لغاية ما تخمر. تمام، لغاية كده تمام. هنعمل ايه تاني؟ هنعمل خلطة العجينة بتاعتنا بتاعت لحمة الحواوشي. مستخدمة معايا 2 كيلو من اللحمة المفرومة. بس انا طبعا هقول لكم مقادير الكيلو بس. الكيلو لحمة مفرومة عليهم 2 بطاطستين، وعليهم 5 بصلات كبار، بقدونس حوالي 3 جنيه مثلا ب4 جنيه، كل ما هتكتري بتبقى طعمه حلو مش وحش. وكمان معايا فلفل سبايسي. طبعا هستخدمه اخر حاجة عشان الولاد عندي، فبستخدمه اخر حاجة. قطعنا البقدونس وضربنا في الكبة ال5 بصلات بتوعنا بنفس الشكل. تمام. وكده فاضل معايا البطاطس، هبشرها في المبشرة الناعمة خالص. عايزة اقول لكم مش هتبان خالص نهائي في الاكل، طعمها مش باين نهائي ولا اي حاجة خالص نهائي. يعني عايزين تضحكوا بجد على عيالكم اعملوا الوصفة ديت. البهارات عندي ملح، واساس بقى العيش بلحمه دوت اساسه جوز الطيب لا غنى عنه، والفلفل الاسمر. دي كده اساس البهارات بتاعتنا. حبايه سبايسي شويه، حطي معلقه من الشطه. ده كده بهاراتنا. وبعد كده بنزل بحوالي معلقتين من السمنه، عشان خاطر بس اللحمه عندي ما كانتش فيها دهنه كتير. لو حابين بقى اللي حطوا، بصراحة بتبقى تحفة، بتبقى طعمها جميل جدا جدا. انا ما كانش عندي في اليوم دوت ليا خالص، بس عملت الفيديو بقى وزي ما تيجي. بس طعم العيش باللحمة باللية بيبقى طعمه حلو جدا. خلاص قسمنا بقى الكلام ده كله، قسمنا كيلو لوحده وكيلو لوحده. هناخد بقى البطاطس اللي احنا عملناها وهصفي ميتها، تمام، وهنزل بيها على طول على اللحمة بتاعتنا. نسيت اقول لكم ان البصل مش بصفي ميته، بحطه بميته على طول، ما بصفيش ميته خالص. خلاص حطينا البطاطس بتاعتنا بنفس الشكل. ادمج بقى واخلط كده البطاطس مع اللحمه مع البصل مع الخضره مع كل الكلام ده كله مع بعضه. وفي الاخر هثبت لكم ان مش هتبان خالص نهائي، بس ضعفنا الكميه. بصوا مش باينه خالص ازاي، مش باينه نهائي خالص. بصوا شكلها طبعا ديت ما فيهاش بطاطس، تمام، وديت طبعا اللي فيها بطاطس. الاتنين مش باينين خالص نهائي، بس طبعا كل اللي باين ان احنا ضعفنا الكميه في الكيلو اللي هو بالبطاطس. بدات ان انا بس كورت كورتين كده حلوين عشان ما يكونش فيهم سبايسي، عشان بقى بطوطه طبعا ما تاكلش ما بتاكلش الحلوين. والفلفل بقى وزعته حبه هنا وحبه هنا عشان خاطر احنا بنحبوه سبايسي. طبعا كلنا نعرف ان احنا بنعرف نعمل حواوشي
مش محتاجه ان انا طبعا اعرفكم يعني بالحواوشي بيتعمل ازاي. بس بقول لكم افكار، بديكم بس نصيحه البطاطس بس مش اكتر، فبعمل لكم فيديو من اوله لاخره. هنا العجينه خلاص خمرت معايا وقطعتها على قد حجم الرغيف اللي انا عايزاه، وسبتها تاني تخمر تاني لمده ربع ساعه تاني. ببطط بالدقيق، ما ببططش بالزيت. يعني كنت زمان كنت بفرد كده العجينه بتاعتي بايه بالزيت، دلوقتي بفردها بالدقيق. اللي يعجبك اعمليه، مفيش مشكله خالص. يعني عايزه تعملي مره كده ومره كده مفيش مشكله خالص. وبدات ان انا بايدي طبعا حبه بالنشابه براحتك، نشبته كده على هيئه رغيف بنفس الشكل. انا بعمل انصص، ما بعملش رغيف فوق رغيف، انا بعمل انصص بنفس الشكل. وزعت القطعه اللحمه اللي انا عاملاها تمام، وبدات ان انا اتني بنفس الشكل والم الحروف. طبعا كلنا بنعرف نتني بقى وبنعرف نعمل الشغل دوت، مش محتاجه ان انا اقول لكم، بس انا طبعا بوريكم الفيديو من اوله لاخره زي ما اتفقنا. لو وصلتي معايا لغايه كده انزلي حالا حطي اللايك بتاعك، وكمان الاشتراك اوعي تنسيه عشان تنضمي للقناه بتاعتنا ان شاء الله. خلاص تنيت الحروف بنفس الشكل، وهعمل بقى كل الكميه عندي بنفس الشكل. بصوا الرغيف خفيف ازاي، والعجينه بتاعتنا طريه وما شاء الله عليها، مش مشققه ومش بتقطع وما شاء الله عليها. عملت كل الكميه عندي بنفس الشكل، اللهم بارك. الحمد لله الكميه كانت حلوه جدا. ونخش بقى على فرن يكون سخن، ونخلي بالنا كده واحنا بنحمر العيش باللحمه بتاعنا. بس برشه بشويه ميه كده من فوق الوش تمام، ببخاخه كده عندي مخصصاها، وبحمر من تحت وبولع عليه الشوايه بنفس الشكل. احسن من بره، وعملنا حاجه في البيت مضمونه، والعجينه انت عجناها بايدك وناجحه ان شاء الله زي ما انت شايفه كده بالظبط. تعالوا بقى كده لما اضحك عليكم واقول لكم انهي بالبطاطس وانهي من غير بطاطس. الفيديو قدامكم اهو، وهنقطع مع بعض، واكتبوا لي في التعليقات اللي على اليمين واللي على الشمال. هنقطع مع بعض بقى ونشوفوا اللي على اليمين واللي على الشمال تمام. ده طبعا اللي على الشمال بتاعنا، بصوا لحمته عامله ازاي، لحمه عاديه وبصل عادي وخضره عاديه، وطعم انا واثقه وبقول لكم طعم مفيش بعد كده اصلا، مش باين اصلا خالص نهائي. يلا بقى اكتبوا لي في التعليقات شفتوا انهي اللي في البطاطس وانهي اللي من غير بطاطس تمام. ده طبعا كنت جيت اعمله لقيته ناشف شويه كده، فجبت لكم واحد تاني. بصوا ده كمان اللي على اليمين، باينه ولا مش باينه؟ اكتبوا لي برضه في التعليقات. ده كده بصوا يعني مش عارفه اوصف لكم طعمه حلو ازاي، طعمه جميل جدا جدا جدا. الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكون الفكره عجبتكم، جربوها ونفذوها، ولو ما عجبتكيش ما تعملهاش تاني. لو عجبتك وزودت لك الكميه اعمليها ونفذيها حالا. المصايف طبعا فكره حلوه للمصايف تقدري تعمليها، فكره حلوه للنوادي لو هنادي تقدري تعمليه. البحر طبعا بصوا جميله جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، انزلي حالا حطي اللايك بتاعك، واسيبكم في رعايه الله، وانتظروا ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه باذن الله، وانتظروا في وصفات حلوه جدا، في وصفات حلوه كتيره كتيره. اسيبكم في رعايه الله، ومع السلامه.